رجل قتل عمه ليرثه، استعجل الأموال والتركة فذهب إلى عمه فقتله، ثم حمله ووضعه أمام قارعة الطريق أو أمام بيت آخر. فاجتمع بنو إسرائيل: من الذي قتل هذا الرجل؟ قالوا: لن ينقذكم من هذا الموقف إلا نبي الله موسى عليه السلام. فذهبوا إلى موسى عليه السلام فقال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، ولو ذبحوا أي بقرة وضربوه ببعضها لا أحيي هذا الرجل ولقال لهم قاتل فلان. لكن بني إسرائيل شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم، بل قالوا: أتتخذون هزوا. سيدنا موسى بيقول لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني عشان تاخدوا جزء منها وتضربوا ببعضها بهذا الجزء هذا الميت فيستيقظ ثم يخبركم بالقاتل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذون هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فقالوا: ما هي؟ ما لونها؟ ما هي؟ مرة أخرى. فلما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم، ولو جاءوا بأي بقرة لانتهت المشكلة، لكنهم لما شددوا شدد الله عليهم. فقال: بقرة صفراء فاقع لونها، وقال: لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، وقال: لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث. فكلما سألوا كلما شدد الله عليهم، كلما شددوا على أنفسهم في السؤال شدد الله عليهم. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قيل وقال وكثرة السؤال. فلا تصعب الحياة على نفسك، عيش الحياة ببساطة، تعبد لله تبارك وتعالى. بعض الناس وهو آت إلى الصلاة يشعر بالثقل والحمل، ويعني يدفعه الشيطان دفعا، وهو يستجيب لذلك أحيانا ويتعرض لهذه الموجة أحيانا. لكن ينبغي عليك أن تفكر التفكير بصورة أخرى. 5 دقائق 10 دقائق، أنت تجلس بالساعات في أماكن أخرى ولا تشعر بأي شيء. حدث نفسك وخاطب عقلك بحكمة ولين إلى أن يتحرك قلبك بحب الصلاة. خاطب عقلك أولا إلى أن يتحرك القلب والروح بحب العبادة، فتأنس بالله تبارك وتعالى وتستشعر طعم وحلاوة الأنس بالله. فيسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، أي عليكم بالفرائض، وأما السنن فعليكم أن تأخذوا فيها شيئا فشيئا حتى لا تملوا أو تتكاسلوا عن العبادة. فحد الإسلام حد الاعتدال، بدون إفراط أو تفريط، بدون أن تبالغ في العبادة وبدون أن تقصر فيها. فخير الأمور الوسط، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.